السلام عليكم اصدقاء قناه كي دايرين بخير ومزيان. الاصدقاء الطيبين علاش طيبين؟ لانه انا نكون كنتفرج في شي حد يولوا عليا فيديو في السيمانه غنديكلاري به، نزل البطاقه ديالو غنمشي غنديكلاري. فداك الشيء كنصحكم ديروه، ديكلاريو بيا باش ملي غنولي مبحوث تحت ستريس غنولي نحط الفيديوهات. اما دابا راه ما نعرفش كثير. هذا الفيديو داك غنحطو البارح كان يتصور البارح يتحط اليوم، دابا غادي يتحط غدا. ميكرو قال لك فيا العظام، طاح بالعظام، قال لك فيا العظام يا ودي الله يهديك، تقطع منه واحد الخيط من الداخل. قال لك صور انت. فاش غنقول لكم؟ ما بغيناش نوحوا لكم شي كاليتي اللي مضعضعه في الصوت، اللي هي اصلا هاد الكاليتي ديالي دابا مضعضعه. فاش غنقول لكم؟ دابا راه قادينا صايبناه سودا وحنا تنصور دابا. المهم القصه ديال اليوم واحد القصه اللي زوينه، قصه اللي شنقولوا زوينه. زعما راه غتكون انت مزموناش، راه خاصك تقول زوينه باش يتفرج يا صاحبي. تحيه الناس الجداد بعدا اللي ما فاهمين حتى شي حاجه من الروينه ديال الطاريه، مرحبا بكم. تنديروا القصص، لو كنتي كتفرج في قصص مسهالي ما عندك ما يدار قصه فيها يومين، راه هاد القصه غتكون فيها واحد اليومين عاوتاني. قصص اللي طوال وغالبا ديال الجريمه. القصه اللي معنا اليوم واحد القصه اللي زوينه. واحد خينا كان عنده شي مشاكل اسريه وهادي وكذا، وكان عارف هذاك الشيء اللي غادي يطرى ليه، كان عارف. هذا هو اللي زوين في القصه، لدرجه انه مشى للمحامي ديالو عطاه 10 ديال المليون كاش. قال ليه الا طرات لي شي حاجه استغل هاد الفلوس وجيب محققين بريفي، دير كذا وحقق وعرف شنو طرا ليا بالضبط. فواحد القصه اللي زوينه فيها بزاف ديال لي ديتاي، فيها بزاف ديال اللعيبات، ماشي بالضروره تكون داكشي اكشن والاحداث، دوك لي ديتاي ملي كيكونوا زوينين محطوطين في بلاصتهم وفوقتهم قصه كتسرع معاك. كي ديما زياد اللعيبات هذيك كذا لا عزمعونا خصني نبقى نحط الفيديوهات بزاف انا دلوقتي غادي باش غادي ما خداناش، فصبروا علينا. وملي كنحطوش الفيديو راه حطيناه، ملي ما حطيناش عرفونا. راه انا قلت لكم شنو غادي ديروا ديكلاري. العشيه ديال نهار الاربعاء اللي جا بالضبط نهار 12 شهر 4 2006، دكتور جون ييلينغ غادي يكمل مع اخر كليان كان عنده في العياده ديالو. هاد العياده اللي كانت في واحد المدينه اللي صغيره سميتها بليرزفيل، ولايه بنسلفانيا. هي العياده اللي كانت تما في ديك المدينه الصغيره. كمل مع اخر كليان، قاد المسائل ديالو في البيرو العلاج، صافي تم خارج هذيك دابا شي بحالاته. تسال دوك الدريات اللي كيكونوا تما راكم عارفين ديال الاستقبال، لا تعطي يضحك معاهم الله تبقاو بخير الله يعاون معاهم، مشى بحالاته. فو خرج من العياده غادي يطلق ديك الضحكه اللي كان دايره غير بالعاني، فهمتي، بحال الضحكه الصفراء كما كنقول. لانه هاد النهار ولا هاد الايامات راه ما كانش بخير، كان كيمثل انه بخير. يعني دوك الايامات راه كان دايت عليه السيد، كان ما هو شغل عربي. ركب الطوموبيله ديالو وش الطريق للدار اللي ما كانتش بعيده، كانت هي قريبه بزاف. اصلا المدينه كلها صغيره، فينا تكون بعيده الدار. فشنو كان السكان ديال هذه المدينه، هذه المدينه اللي صغيره سميتها بليرزفيل. هذه واحد 13 عام منين تخرج في الطب ديال السنان كان بامكانه يتحول لشي مدينه كبيره. راكم عارفين الطب في النهايه كانوا يحل شي عياده ولا شي عياده يخرب فلوس. الاطباء في امريكان راه ما يمكنش، ولكن لا فضل انه يبقى في المدينه الصغيره ديالو، لان كانت كتعجبو وكيحب داك الانتماء ديالو للمدينه ديالو. فما بغاش يخويها. وكما كنقول المهم ربح نضمن واحد العياده اللي كانت قديمه تما كبيره بحال واحد المجمع طبي سونتر ميديكال. دخل معاهم تما كطبيب وشد جو العياده ديالو وهذيك كذا. والغريب في الامر ان الناس حبوه على قبل الصنعه ديالو، لانه السيد طبيب مجد، ولا قبل التعامل ديالو لان السيد كان تيتعامل زوين، وكان واحد الانسان اللي الطبيعه ديالو حلوه، خدم مخير غير في مدينته ميس بلا ما يحتاج يمشي شي بلاصه اخرى. يستر ليه الله، دار الفلوس ودار الفلوس صحيحه، وكان كيشد دوك الفلوس اللي كان كيشدهم كيدورهم في العقار، كان كيانفيستي كيستثمر. ما جا وصل 30 عام حتى السيد كان مليونير حرفيا. جون ولا كيحس براسو وكمل داك النجاح ديالو ديال انه دار الفلوس. نهار تعرف على مرته ميشيل، كانت واحد السيده عندها جوج ولادها مطلقه بهم. واش نقول لكم، صحاب جون المعارف ديالو كلهم كانوا كيقولوا لي حدا بالنهار باغاك على وديت فلوسك وعادي. جون كان كيقول لهم لا كان تيبان ليه العكس. واللي بين ليه هذا العكس هو ان جون كانت واحد الوقيته عيات ومرته وقفات معاه وصبرات معاه ديك هذا الشيء اللي بالنسبه لي كان كيبرهن ليه العكس. هي ديك السيده كوبل ديالنا طيور الحب في 97 غادي يتزوج. موراها بشويه تمناو واحد الدري اللي كان سميتو جيجي، تبناه وعاش معاهم، وكوبل دابا راه ولا بحال قلتي كوبل وثلاثه ديال الدراري عايشين بخير سعيدين. الفيلا زويونه، كانت فيها الفيلا ناضيه، فيلا مفرقعه، راكم عارفين. المهم عائله سعيده. فنرجعوا دابا نرجعكم لجون
قلت لكم راه خدا الطوموبيل ديالو من الخدمه وغادي للدار، راه حدا الدار كيبلاصي قدام الدار اللي كانت صغيره داخل عيان، وريح كيتامل في هاد البلاصه اللي يلاه جا سكن فيها مقارنه بالدار اللي فيها لابيسين فيها كان ساكن، وكيقول تا اش هادشي هذا، اعوذ بالله اش التالي هادي زعما كيفاش كل شيء راه في اللحظه، اش التاليات اللي جا كذا كذا الى اخره. جون في هاد الفتره كان واكله ماديا ديال بصح، لانه كان مسلف بزاف ديال الناس، تقريبا واحد 40 مليون 40 الف دولار تقريبا مفرقه مسلفه العوض. زيد على حتى الزواج ديالو اللي ما كانش هو داك في هاد الفتره، فكانوا مفارقين في هاد الفتره، هو مشى سكن تما داكشي باش خلى الدار من هاد لابيسين، وكان ما هوش تجمعوا ليه المشاكل. ولكن كاع هاد المشاكل هادو اللي قلت لكم دابا ندوزوها ما يكونوش كبار من هاد المشكل الثالث اللي غنقول لكم دابا، هو اللي كندقدقوه هلكو ديال بصح ماشي الزواج وماشي الفلوس. جون في هاد الفتره كان مقتنع بلي راه شي حد باغي يفني، حيد عليه انت مراسو. هادشي هذا بدا هادي واحد 2 ديال السيمانات منين شي حد كان جا تكرفس ليه على الطوموبيل ديالو، جاب رشاشه سبراي، ديك رشاشه الصباغ كدير طق 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 طق، صبغوا ليه الطوموبيل زوقوها حناو ليها، فتبرهشوا معاه كما كنقولوا تبرهشوا معاه. الشاي في الامر هو انه ما قدرش يعرف شكون هذا اللي دار هادشي، وهي طبعا راه باينه بحال هاد الحركات باينه كيكونوا ديال البراهش باسلين في الزنقه ولا شي حاجه. علاش بلا انت غيجي يدير لك هادشي؟ اش بينك وبين انت اصلا ما تخرجش داك الحي اللي سكنتي فيه، وراجل كبير وطبيب زعما ماشي من ديك الطينه ديال الناس اللي غيديروا معاهم هادشي هذا. جون قال لك لا والو، نو اش كيقولوا نو نوك عليهم، قال لك حس بلي راه كاين احساس انه مستهدف وطير والو تستهدفيني وانا قوى عليه داك الاحساس. قال لك مادام جاو مقصدين طوموبيلتي راه مقصدين ليا انا، راه انا جاو علاش بالهم جاو طوموبيلتي من دون طوموبيل الناس. فرجون تيق لهاد الشيء لدرجه هي ديك اللي قلت لكم باش عند المحامي ديالو عطاه 10 ديال المليون، وقال لي شوف الا طرات لي شي حاجه جيب محققين بريفي، ملي كان عندهم محققين بريفي كتجيب محقق من غير البوليس بريفي خاص كتخلص. المهم جون خرج من الطوموبيل ديالو، خلينا انه خارج من الطوموبيل ديالو، خرج من الطوموبيل دخل الدار، حل الباب دخل كما قلت لكم في واحد الجو كئيب، كلاس مريح، كان كيتمنى باللي كون كان ولدو يجي اللي متبنينو تما، كون كان في الدار يعمر عليه الدار وراكم عارفين. دخل الكوزينه كاي زوفري ساكن بوحدو مريح في الطبله كيتامل، كيشوف واحد العرام ديال الوراق اللي كان فوق الطبله اللي في الكوزينه تما اللي كانوا ديال الطلاق، لان مرشو يشيل هذه راه 3 سنين شرا ماشي جديد الان، 3 سنين وهي طالبه الطلاق من 2003. اللي خلى هذا الشيء هذا مجرجر حتى لهنايا وما قدروش يوصلوا شي اتفاق بيناتهم هو انه ماشي كانوا باغيين يرجعوا، لا 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 لا، الفرق اللي خلى هذا الشيء هذا سميتو معطل هو الحضانه ديال ولدها ميشيل، ما بغاش تركب، بغا ديها بوحدها، ما بقاش يعاود يشوف. كيف ما قلت لكم ما كانش شي حاجه ديال الرجوع ولا كذا، لان ما بقى رجوع، لان مرتو راه ديجا مده طويله وهي عايشه مع واحد السي اللي كان بوليسي نفس الولايه تما، كان سميتو كيفن فوري، عايشه معاه صاحبه معاه مده طويله، يعني صافي علاقه راه صح، بقاو مزوجين زواج الوراق. ولكن جون كيقول باللي راه صافي تهنيت، تيقول في دماغو راه تهنيت صافي كتب من هادشي ديال الطلاق والحضانه، لان المشكل ديال الطلاق كانت بقات لي غير 24 ساعه 24 ساعه لغد الليل غادي يسالي هادشي. المحامي ديالو وديال مرتو وصلوا لواحد الاتفاق مشترك بيناتهم، صافي يديروا حضانه مشتركه، صافي اتفقوا. مرتو كالعياش عرفت بلا ما غاديش الدري بوحدها، ايوا هي ديك مرتو كانت سينات على الوراق، وبقى غير جون اللي باقي ما سيناش، فداك الشيء باش كانوا عنده في الطابله تما خصو يسيني عليهم ويتدفعوا صافي ويتحل المشكل. فهز جون داك الشيء اللي قاعد في الكوزينه، شي كاس كروطه، راكم عارفين ماكله الزوافري، هما اصلا مراكنا كياكلوا ماكله الزوافري واخا يكونوا عائله ما كيطيبوش، راكم عارفين داك المات هادي. هز داك الشيء اللي غادي يهزو وتما غادي يخرج يفوضي اللي كاين برا باش يفوج تما غريح. راكم عارفين التفواج في 2006 ماشي تبقى تسكرولي في التليفون، التلفازه تبع شي تي في شو، شي برنامج شي يعجبك ولا شي حاجه، ما ريحتي تفرج لنا ملي سال الماكله عيط واحد عمتو، هو عيط لواحد عمتو عنده معاه صاحبو يا عزيز عليه، بقى كيدوي معاه كاع هذا الشيء اللي طاريك طبعا مجمع معاه من سلام صافي قطع معها تما كنيت غادي تجبد ذاك الفوطي ديالو نيت وداه الناس. وركزوا معايا هنا لاننا هنا دخلنا للحلاوه ديال القصه. الغد لي صباح ونعس غد لي صباح بعد ديك الجوايه 3:30 ديال العشيه، واحد الدراري اللي كانت عنده 9 سنين من الجيران، من ولاد الجيران ساكن حتى جون تما سميتو زاكيوس، غادي يجي للدار ديال جون، طالع غادي يطن في الكازو غادي كدا باش يدق في الباب ديال جون. هاد زاك هذا كان باغي يشوف واش ولدو جيجي كاين في الدار باش يلعب معاه، صاحبو ولد العومه ما كانش عارف اصلا واش كاين في الدار، وما كاينش جاي باش يسول عليه لانهم عارفين جيجي حضانه مره مع باه مره مع مو، فجا باش يسول فيه. الدري قبل ما يوصل للباب باش يدق غادي يبان ليه واحد الديكور اللي خلعو، ديكور اللي ما هواش،
كيبان ليه باب الدار ها هو طونكيل مقعد، راه خليكم تصويره وفي جن. بالنسبه للناس اللي كتسنتو بالصوت ما تحتاجوش تشوفوا التصوير. الجن ديال الباب هابطه واحد اللعيبه طويله ديال الزجاج سواقات ما كتدخل الضوء من جنب الباب. كيبان ليه التحتانيه، نتوما الا شفتوا في التصويره راه باقي عاقل اخي ما باينش فيها مزيان. التحتانيه مهرسه، المشكل ماشي غير مهرسه، في الجنب ديال الكادر ديال ديك الجاجه اللي تحت منها هابطين واحد القطرات اللي هما حمرين وداك الشيء هابط سايل تما. وفي الدري تخلع وهرب، ولكن مع زاد شي خطوات في الكازو تما باقي ما كملش الهربه ديالو. كنت فكر بلا اصلا جاي عند صاحبو، بلا ممكن تكون طاريه ليه شي حاجه وخاف عليه. الراجل نصحك الرجوله بلا باقي صغير، والرجوله ما عليكش ما عليناش. فغادي رجع تم طالع مع التروش ما هذيك حتى يشوف الباب مخلوع. حل الباب بحال هكا لقى مسدود. فاش غادي يدير ديك الزجاجه اللي قلت لكم نعسه، غادي يدير ديك الطرن لاح يدو من الداخل، شد البواني الدخلاني قبل ما يقيسوا داك اللي مهرس تما، وحل الباب والباب تحل ليه الباب دخل. فاش غنقول لكم ما دخل كيبانوا ليه شله ديال الوراق طايحين في الارض، كتبان ليه واحد الكارثه. واش غنقول لكم بطانه مفنيه طبعا لا حركه، وكما ديما كما ولفنا في كاع القضايا غارقه في واحد الضايه ديالها تما. وما تحتاجش نقول لكم دري زعما في ديك لاش شنو غادي يدير، خرج من تما مفقوع مسكين غادي تيجري باش شاف شورى. شي ربع ساعه من مور هادشي هذا واحد البوليسيه اللي كانت سميتها جانيل ليد، هذه هي البوليسيه والمحققه اللي غتشد معنا القضيه، كانت من البوليس ديال المنطقه وغادا صايقه ومعها راجلها ولادها في الطوموبيل، كانوا غاديين يقضيو شي لعبه. فجات ابيل من الكوميساري من ستوندار، ابيل طن على الموبيل راه شي حاجه طاريه في واحد الحي، واحد القنت اللي كان طونكيل طن ملي معلومات وصلاتها، ولكن ما كانت معلومات مرونه. المهم كذا فخصها تمشي تلتحق تما. اللي قالوا لها بلا راه شي حد عنده شي ازمه، شي سكته قلبيه ولا شي حاجه بحال هكا، بلا خاصها تمشي تحضر تما في المكان. وهذا الشيء اللي خلاها تمشي لتما بالزربه، واخا كانوا معاها ولادها وراجلها، كانت بغات دوزي تما بحكم انها دايره غير شي ازمه قلبيه، تمشي تشوف الناس شنو طاري لهم كذا بالزربه وزميش. فمع وصلوا تما وقفات الطوموبيل، وهنا غادي تعرف بلي هذه ماشي ابيل اللي وديت ازمه سيئه، لان لقات واحد البوليسي كان ديجا سابقه تما، واللي كانت كمارته ما كتبشرش بالخير، ما كتبشرش بالخير. وصلت عنده السلام عليكم الضابط كتاع السلام عليكم لالا هكذا، تيوريه الباب داكشي اللي مقطر ومهرس تما. قلت ليه شي هذا صاحبي قابل على وديت ازمه صحيه، شي حد عنده شي مشكل؟ وقال لها ازمه صحيه نيت، راه ازمه دخلي تشوفي الازمه راه كاينه لداخل، يا فوتي الباب دخلي تشوفي الازمه كاينه. فالمحققه لقيت غادي تدور جيت ولادها قبل ما تدخل شي تما انا ماما انا جاي زعما راه كلشي طرونكيل وتم داخل للدار. فانا مع حلات الباب مع اش غنقول لكم، شافت داكشي اللي ما عمرو شافته في حياتها، ماشي ما عمرها ما شافت شي حد مفني، شافت اكثر بطانه مبهدله في التاريخ لا المهني ديالها لا الشخصي. اصلا المحققه ليد ما عمرها كانت شدات شي خدمه بحال هكا ولا شي جريمه اللي هي كبيره، ولا كانت هذه اول جريمه غادي تشدها. فبقات كتحسب باش تروندي زعما شنو طاري، كتحسب دوك الدقات اللي في البطانه زعما باش ترونديهم، زعما ما قداتش كثرت ما كانوا كثار ما قداتش. ففات اللحظه ليد هي في حسات هنا بلا راه ما وصلهمش الدعم اللي خصو يكون وصل على قبل الديكلاراسيون دي، لان دار جريمه. صافي انا واحد البوليسي من بعد جات ثاني حاجه جايه تما وجايبه معاها ولادها وراجلها راهم برا الدار قدام الباب، وهما ما مامنينش اصلا حتى ديك المنطقه باش عارف هذا اللي دار هادشي راه كاين برا ولا باقي كاع معاهم في الدار تما فين كانت ديك المحققه. قالت لي شوف طلع الشاف قالت لي طلع قلب الدار هذيك تا جبد اللعيبه ديالو طن، طلع يدور شي يقلب في الدار واش كاين شي حد ولا ما كاينش، رجع امن من مور الدار مع هذيك الجريده من مور الدار. وهي خرجت عند راجلها ولادها كتجري، قالت ليه دي ماري تحرك حيد من هنا في البلاصه ما حيد من هنا. صافي دي ماري دا الولاد ديالها عاد رجعت لقات المحقق من الدار قال لها ما كاين والو الشاف. قالت ليه صافي تما فين قبل ما يدخلوا الدار تسمعوا بلي راه طونوبيلات البوليس جايين وي يلا قربوا يجيو من بعد ما روندات لهم. وانا فين المحققه رجعت دخلت للدار شي حد من اللي تما كان قال المحققه ليت لا راه تخينا هذا اللي دوم فني تما سميتو جوني لينك اللي هو الطبيب ديالنا بطل القصه. فالمهم صحاب الطب الشرعي تما خدامين باقراك المحققه غادا تمشي تضرب دويره في البيوت وفي الدار تشوف ما ربما تعرف كيفاش تفنى كيفاش طرا هادشي. فالبطانه كانوا لقاوها قريبه من الباب الدار من الدخله، ولكن هي كانت عارفه بلي راه الدروينه هذيك يعني كان طرا دروينه قبل ما توصل البطانه تما، يعني ما كانش سي بيت قدام باب الدار، راه طرا دروينه ما جا وصل لباب الدار راه تفنى تما. وهي كتقلب تما في داك القرنتو في الدار هذيك وسط دوك الوراق اللي هما معمرين الدار تما مشتين كيبانوا له واحد العفطات في الارض، عفطات ديال الصباط عفطات حمرين. جون مول الدار كانوا لقاو حفيان، وهاد العفطات هادو كبار من انهم يكونوا ديال داك الدري اللي دخل الدار القلب تاعنا. وهنا استنتجت بلي راه 100% يقدروا يكونوا ديال المجرم. عيطت لدوك صحابي ديال اللي باش يجيو يخدموا على هاد العفطات هادو ويحاولوا يستخرجوا معلومات عليهم.
ما لقاو حتى شي حاجه اخرى من مورا هادشي. وتديك النسبه ديال ان الشيء يقدر يكون طرا بسبب سرقه ما كانش، لانه كان كيبان بلي ما مسروقه حتى حاجه. وحتى دوك الدقات اللي هما كانوا كثيرين كان تيبان الدافع باللي راه 100% كان هذا اللي دخل اول كان اول باش يكرفس جون فقط. هادشي علاش دخل الدار. فالمحققه وصلت للكوزينه، كيبان لها عاوتاني الوراق تما لكم، ولا ديال الوراق اللي كانوا محطوطين فوق الطبله، عاد قراتهم وعرفتهم بلي راه ديال الطلاق. حاجه اخرى اللي هي لقات تماك واحد الشيك محطوط حتى دوك الوراق ديال الطلاق اللي كان مكتوب بسميت جون. يعني هذا اللي كتبوا، يعني ماشي جون اللي كاتبوا باش يعطيه الناس عاطين الجون 15 مليون. الشيك مكتوب بسميت جون، وكانت معاه واحد الورقه تما عندها مكتوب فيها كلشي عافاك ما تدفعش هذا الشيك هذا، راه باقي ما عنديش الفلوس كاملين تتكون موجده ديك البركه اللي ناقصتهم. دابا اللي غريب هو ان المحققه كتشوف داك الشيك وتقرا السميه ديال المحرر والمحرر له راك ماري. اللي غريب كيبان لها السميه ديال ديك السيده اللي كاتبه الشيك الجون سميتها ميليسيا يوز. انا ما عرفتش تكونوا مركزين، كاين لا يكون طلعها. اللي غريب هو الكنيه ديال هاد المراه هادي، نفس الكنيه ديال داك الدري اللي دخل الدار والقلب طاح. المحققه تقولش هاد الشيء هنا. المحققه اللي تبانوا لها جوج ديال العلامات. الاولى هي ان جون كان كيدوز من واحد المرحله ديال الطلاق، يلاه عرفاتها. ثانيا هي انه كان سلف واحد السيده اللي نورمالمون كان كيبان عليها انها ما قاداش ترجع ليه الفلوس خلال ديك الورقه اللي كاتبه. وهذا الشيء اللي المحققه ما عرفاتوش فاش غادي يفيدها. طبعا معلومات اللي عشوائيه ما عرفاتهمش فاش غادي يفيدوها، ولكن عرفاتهم. المهم عرفاتهم. المهم المحققه تم تخرج من الدار، خرجت لبرا تما اللي كانت عامره بالناس، والصحافه حتى هما كانوا عمروا المنطقه. فالمنطقه دي ما كانوش مولفين بحال هاد الكوارث والجرائم بزاف. فخرجت من تما حانيه راسها ما غتعطي افاده حتى شي صحافه ولا حتى شي حاجه، وتمت غادا للكوميساريه باش توجد راسها للاستجوابات اللي كانوا غادي يداروا مع شحال ديال الناس. مشات باش توجد الامور ديالها في الكوميساريه. هنا فين تلاقاها واحد البوليسي برا، قال لها واحد المعلومه اللي جديده. كان مشات واحد الفرقه ديال البوليس دارت واحد الاستجواب للجيران تمايا، واحد الاستطلاع ديال الراي كدا عادي باش ما ربما سميتو سمعوا شي حاجه هكذا، وخرجوا بجوج ديال الشهادات اللي كانوا مهمين. واحد السيده جاره قريبه جاره تما قالك سمعت هذيك الوحده ونص ديال الليل شي غوات شي زديه وهذيك كدا شويه ما بقات سمعت حتى شي حاجه. الشهاده الثانيه هي ديال واحد الراجل حتى هو من الجيران سمع شي غوات بالليل في نفس الوقيته. هو الجمله اللي كانت طاحت ليه في ودنو ما بغاش ما نساهاش هي والله انا باقي ديتي شي ريال، الله لا سلفتك شي حاجه ولا ما شي حاجه بحال ما هكا. وفي البلاصه المحققه اللي غادي تلينكاو لها الافكار في بالها دارت لها ديك داك الشيك اللي كان محطوط تما اللي كان فيه 15 مليون. شي حده ديك المراه مرجعاها الجون اللي توفى، فاكد لها النظريه ديال ربما هادشي اللي طرا كان بسبب الفلوس. ولكن البوليسي اللي دوا معها هذا اللي جا وصل لها الاخبار هذه سميتو ما كملش هضرته، كان باقي عنده معلومه اخرى عاوتاني. اما هي داك السيد اللي قال لهم سمع الغوات بالليل، هذيك اللي قال لهم راه سمع الغوات بالليل بس ما قال لها والله لا عاود سلفتك وديك داك الجار قال لهم الا كان شي حد اللي خصكم تحقوا معاه في هذه الحومه راه غتكون هي العائله ديال يوز، لانه كنسمع شي اشاعات تيدوروا في الحومه والناس كتدوي بلي راه جون هذا اللي توفى وميليسيا جارته، هاد جارته اللي كان مسلفه 15 مليون واللي ولدها هو اللي جا اكتشف البطانه. كانوا كيقولوا الناس بلي راه بيناتهم شي حاجه، هذيك شي حاجه راكم عرفتوها بيناتهم شي حاجه. فغضب ليه اللي هو نهار 14 ابريل المحققه في الكوميساريه مريحه في واحد البيرو ديال السيروات طبعا، مع ميليسيا يوز. هاد ميليسيا اللي كتب جارتها اللي جارته اللي تسلفت 15 مليون ومعها راجلها طون راجلها. فقبل ما نقول لكم شنو تقال في هذا الاستجواب اللي خصنا نتفكروا ونستحضروه، ان المحقق خالد هذه هي اول جريمه ديالها في حياته. انا ما عمرها شدت شي جرائم الكبار خصوصا حقات فيهم بعدا، فما كانش عندي شي تجربه كبيره. ولكن راه واخا هكاك راه السيده كانت بويسيه وقاريه وعارفه هادشي كامل، يعني البروسيس ديال التحقيق الاسئله اللي كيطرحوا اللعيبات راه كانت عارفه. هي ما كانش عندها اكسبيريونس في ارض الواقع. فاللي كانت دايره في بالها البوليسيه محقق خالد كانت اولا غادي تورك على ميليسيا وراجل طون مزيان، كانت تورك عليهم مزيان باش تعرف شنو تحت راسهم. فتى هنا ابرز المتهمين اللي عندنا في القصه واللي كانوا عند المحققه راه هما مرت جون ميشيل، ولا نقولوا الطليقه ديالو اللي كانت تولي الطليقه ديالو الغندلي، وصاحبه جديد كيفن اللي كان بوليسي. علاش كانت شاكه فيه؟ لان هادشي اللي كانت عارفه المحققه في البروسيس ديال التحقيق دائما الطليق اللي كيطلق
والشريك الجديد ديالو كيكون دائما كاين واحد النسبه كبيره تيكون مشكوك فيهم. حاجه اخرى اللي هي منين المحقق اللي تصيفط هذا البوليسي اللي مشى لعند ميليسيا ومرت جون وراجلها باش يعلموا باللي راه الطليق ديالها شنو طرا عليه، لقاوهم سايقين الخبار، هي وراجل البوليسي سايقين الخبار. قالت لها حكا راه سمعنا مسكين مسكين كان راجل مزيان، سمعنا بلي راه توفى بشي سكته قلبيه. فهنا المحقق قال له شكون قال لكم توفى بسكته قلبيه؟ السيد ما توفاش سكته قلبيه. فميشيل وصاحبه كيفن كانوا متهشرين ديال بصح من المور معلمهم المحقق وقال لهم في الحقيقه شنو طرا لجون ديك الحاله اللي كانوا لقاوهم فيه. فالمحققه اللي شاده القضيه كانت كتعرف هاد كيفن البوليسي، كانت كتعرف زميل في العمل، كانوا واحد الوقيته خدموا بجوج، كانت كتعرفو، ولكن كان عندها مشكل انها غادي تضطر انها تحقق معاه من بعد كان مشتبه فيه، وهادشي اللي كان واحد شويه كيخلق حساسيه بين البوليس. فهادشي اللي بغات دير المحقق انها تحقق مع الاخرين كاملين هما الاولين، العائله ديال يوز، الجيران اللي ساكنين تما، الجيران اللي ساكنين حدا جون اللي توفى، وتقرا النتائج ديال الطب الشرعي اللي كانوا قربوا يخرجوا الغد ليه تقريبا. وهذا الشيء هذا قبل ما تهضر مع ميشيل وراجلها اللي كان بوليسي وكتعرفوا باش تهضر معاهم وهي ضابطه امورها مع المعلومه. وفعلا هذا الشيء اللي كانت كدير. فرجعوا دابا لغرفه التحقيق، قلت لك غتحقق مع العائله ديال يوز هي الاولى. ميليسيا قدام المحققه تما، الجاره ديال جون اللي ردات ليه 15 مليون، وطوم راجلها. فالمحققه غادي دير لهم واحد الغفله ما تبغيهاش لهذا. قلت لهم يلا الشرفه. لا ميليسيا طلقينا لا عاودي لينا هذاك الشيك اللي كنتي كتبان جارك بعدا اللي تفنى 15 مليون عليه. فغادي تجاوب وهي كترعد، قلت لها هكذا بعدي شرحت لها بلي راه جون كان تقرا معاه في ايام التاسعه الصغر وهذه، وفرحات من كان جا سكن حداها وكانت بيناتهم واحد العلاقه اللي طيبه وهذه، وعاودت لي بلي راه بغات تحل واحد المخبزه في المدينه. وهو بحكم طبيب ومما يسور الحال قال لها ما نخسرش ليك، عطاها 15 مليون سلفها لها باش يعاونها. ولكن السيد حتى غفله وقال لها راه بغيت فلوسي، ما كانش معوله السيد يلاه سلفها 15 مليون. فقالت المحققه بلي راه تفهماتو علاش دارت الحركه، لان كان دارت بيد الدنيا ما عندوش الفلوس، كان داز من واحد الطاق اللي كان تالي كاع رزقو. قالت لي بلا عندي 14 مليون وانا نكتب لك شيك. هي فين عطاتو ديك الورقه قالت لي ما تدفعوش تنكمل لك ديك المليون الاخرى اللي بقات ناقصه. هنا فين المحققه ما غاديش تحشم عاوتاني وغادي تعاود تعطي واحد السؤال اللي هو هذا سؤال اللي ما كاينش، هذا كان خصها تخبى تحت الطبله منين سمعاتو. وهي مريحه تما كيف ما كنقول لك، راه حداها طوم راجلها راجل حدا. قلت له واش كانت عندك شي علاقه مع جون قبل ما يتوفى؟ انا السيده غادي ولا ديرها بحال ديك ماطيش هذيك المليح هذيك الكبيره اللي كتلقاها حمراء تصنكات ما عرفات ما تقول، وراجل هدا بغات كتمتم بقات ساكته ما عرفت ما تقول ديك دا. انا راجله منين شافها ساكته ومزنقه اول مره غادي يسمع هادشي ودول جاي سبعه مكه. قال لها الشريفه اش هادشي كتقول؟ واش هادشي بصح؟ ما كي ساكته. السكوت علامه الرضا. فبقى كيشوف فيها تما راجله فوز داك الجو ديال السكات. طبعا طلع ليه الزعف، ولكن ما دارش ردة الفعل اللي كانت كتبان حقيقيه ديال شي واحد اول مره غادي يعرف مرتو بلي رخاتو. وهادشي اللي بقات المحققه تشوف فيه. فتعصب قال لها نسمعوا لي انا بغيت نمشي، واش ممكن المحققه نمشي نقابل الدراري بقى بوحدو. وطبعا المحققه اللي كانت عارفه بلي راه طرحت واحد السؤال اللي كان قاصح وما سهلش ابدا، ولكن الرده ديال الفعل ديال راجل طوم كانت كتبان باللي مشكوك فيها. كيف ما قلت لكم شكات فيها، كانت تبان ما هياش، ما دخلتش لها راسها صراحه. فدات لهم المحققه صافي ماشي مشكل تقدروا تمشيو صافي، هذا كان شي حاجه نعيد لكم. ولكن بقات دايره بالها مع طوم دار واحد الحركه ما هياش. فقبل ما تخرج المحققه العيد من الكوميساريه في هذا النهار صيفطات واحد البوليس يتابع لها تمايا باش يمشي يراقب الخبره في اللي كدار على البطانه، يراقب داك الشيء تما ويشوف شنو فين وصل داك الشيء. وهنا فين قال لها البوليسي بلي راه الخبره بينات بلي المجرم طبعا خدم من الطاي ولي باش دار داك الشيء، ودوك المعلومات اللي قصيدين اللي راكم عارفين اللي ما كيفيدوا والو اللي المحقق اصلا راه حضرات ليهم، راه كانت تما حضرات ليهم، ولكن كانت واحد المعلومه اللي مهمه اللي ما رداتش ليه البال المحقق، اللي هي منين داروا الخبره على البطانه ابار دوك الدقات مع داك الشيء كان مزعلك ما شافتش داك الشيء بلي راه كان عنده واحد الدقه هنا جيت العنقره اللي كان سبابه الزاج. زيد على هذا الشيء علامات اخرين اللي كانوا كيتسموا دقات دفاعيين بلي راه مجرم راه بالبلا مع هذاك اللي دار له هذا الشيء، اللي كانوا كيبينوا بلي راه ناض الروينه. كانوا حتى شي دقات اللي اللور الظهر اللي كانوا كيبينوا بلي راه جون عطى المجرم بظهرو ثم غادي هارب وعطاه من اللور عاود، يعني راه بلي راه جون راه حاول كاع يهرب ماشي غير يدافع. فالمحققه طبعا هذا الشيء كما قلت لكم عارفه لان حضرات ليه اول واحد شاف هذا الشيء، ولكن كانوا شي معلومات اللي فادوا شي معلومات اللي جدادين. ايوا هي ديك طبعا هاد المعلومات اكدوا لها بلي راه هذا اللي دار هذا الشيء
راه ما كانش حامل جون. راك ما فهمتش انا اش بينو وبين جون، ما كانش حامل جون لشي درجات اللي هما معيقين. فالمحققه اللي كانت كتقول مع راسها بلي راه عندها على الاقل مشتبه به اللي هو الطون هذايا، دار ديك الحركه داك الشعر وديك تا، كتقول بلي راه عنده سبب واجب باش يدير هادشي. ساق الخبار في شي وقيته من الوقايت بلي راه جون عنده علاقه مع مرتو، تعصب، حقد عليه، دار هادشي. كان كيبان واحد السبب اللي هو واجب. فتل هدا القضيه بدات غدا وكتكبر، القضيه بقات غدا وكتكبر، كتاخذ واحد المنحنى الاعلامي اللي هو كبير. وهذا الشيء اللي كانت عارفه المحققه انه غادي يزيد لها غير تبرزيط، لان الضغط ديال الراي العام راه كيبرز، ما عمرو كينفع بشي حاجه. فكانت خايفه انها تعطل ولا ما تبينش شي نتيجه وتخاد منها هذه القضيه، ولي حيلوا شي مكتب ولا شي حاجه يقول لها جي انت هنا ما حققتي ما درتي والو هذه القضيه هنا. ولكن في نفس الوقت ما بغاتش تزب، لان كان عندها واحد المخطط اللي كانت باغا تطبقه وما كيبغيش الزربه. هاد الجمله هذه هي اساس المتعه القصه. ركزوا معايا. داك الضابط اللي كان صيفطاتو للمختبر ديال التشريه داك النهار كان رجع وجاب معاه عينات ديال الادله، ديال عينات من البطانه، عينات دفار مقطعين وعينات ديال الدم السائل الاحمر وشي كليبات اخرين، شي طروفه ديال الثوب وشي تواشيات اخرين اللي كان نورمالمون خصهم يتصيفطوا. ركزوا معايا كان نورمالمون خصهم يتصيفطوا لذاك المختبر اللي عنده في الولايه تما باش يدار عليهم التحقيق ديال التيست ديال الحمض النووي ويدار عليهم داكشي. المحققه ما غاديش تصيفطوا، غتعرفوا من بعد علاش ما غاديش تصيفطهم. هبطات دارتهم في ديك الثلاجه اللي على حساب الكوميساريه ديالهم تما، بلاصه فين كيحفظوا الادله، وخلاتهم. مشى داك البوليسي اللي جاب لها الادله هادو مشى بحالته، صافي كانت الوقيته اللي غادي يساليو، خرجت من الكوميساريه مشات بحالها للدار. الغد اللي هو كان نهار 15 شهر 4، يعني من مور يومين على الجاي. المحقق كان دوات مع بزاف ديال الاصدقاء ديال جون، اصدقاء معارف عائله وديك تا، واللي كانوا قالوا عليه اللي واحد السيد اللي الله يعمر رضا. من مور هادشي غادي تمشي باش تعاود تسول دوك اللي خدامين معاه في العياده تما، ربما كاين شي حاجه جديده يعاودوا يقولوها ولا كذا، لانهم ديجا دو معاه. ومنين مشاو تما كان عندهم لا ما يتقال على مرض جون ميشيل الطليقه ديالو. خلال دوك السنين كاملين ديال الطلاق اللي كانوا تما، طبعا هذوك الناس اللي خدامين مع جون في نفس البلاصه كانوا عارفين الشيء، كان كيعاود لهم خدامين معاه. ميشيل كانت ديكلارات به براجل جون باللي كيتعدى على ولدها، على ولدهم بالتبني داك الجيش. هادشي طبعا اللي العائله ديالها هي ما تيقوش بكثرت ما راجلها كان درويش ولا دير هادشي. زيد على هادشي من مورا الفتره عاود ديكلارات به مره اخرى باللي راه خرق داك القانون ديال الالتزام بالابتعاد. المحكمه في امريكا كاينه القضيه تيقول لك الالتزام زعما ما تقربش لي ما تمشيش عنده للدار. قلت لهم باللي راه خرق العقد هذا الالتزام هذا وجا عندي للدار. وهنا فين جاو البوليس هزوه من العياده ديالو فين كان خدام، هزوه بالطابليه ديالو. كان ديما كتعيط لي في البيرو فين خدام، طبعا السيكريتيرات اللي كانوا كيجاوبوا كيسمعوا داك الشيء ديما ضروري عار لي الفلوس عار لي الفلوس. كان ديما كيستسلم تيصبر تيعيا وكيعطيها الفلوس. اش نقول لكم بالشهاده ديالو اللي خدامين مع ميشيل مع جون عف ميشيل مرتو الطليقه ديالو باللي راه وصفوها كارثه. قال لك بلاد السيده هذه كانت كارثه وهي اللي خارجه عليه، كانت خارجه عليه حتى ماديا. اش نقول لكم السيده كان عزلها تبان، هي اللي كانت باغا تسكن في ديك الفيلا، كانت تخسر ديما الفلوس، فما كانتش كتكيس عليه وكانت هي اللي خارجه عليه ديال بصح. خدات المحققه حتى واحد الشهاده اللي كانت مهمه اللي هي باللي راه مرتو عيطات ليه غير شي ايامات قليله قبل من الجريمه، ولكن جون رفض انه يجاوبها. والتفاصيل اللي راه كانوا مهمين وعجبوا المحققه. فهادشي خلى المحققه تطرح واحد السؤال، واش زعما هذا الروينه دي كامله اللي طرات بالسبب ديالها مالي؟ زعما ميشيل كان عندها مشكل مع راجلها، زعما هاد المشاكل الماليه كانت كافيه فقط انها باش تفنيه؟ اللي كيزيد ياكد هادشي هو ان ميشيل مرتو كانت داخله معاه في لاسيورونس، بما يعني ان جون الا توفى حرفيا كانت غادي تورث الملاير، ماشي الملايين، الملاير. وهادشي اللي كان كيبان بحال واحد الدافع ولا مبرر باش انها تبغي جون يتفنى. غير ولي غريب طبعا وما كانش كيبان منطقي ديك الحاله اللي لقاو فيها البطانه راه يستحيل تكون مرتو اللي دارتها بيديها، ويستحيل السيد راه شحال دازت عليه منين دخلوا شافوا ديك دازت عليه، يستحيل تكون دارت هي هادشي. وتا كاع هادي صحافه. فالمحققه كانت عارفه بلي راه تقدر تكون كرهت شي واحد ولا خلصات شي واحد اللي كون دار هادشي، عندها الفلوس طبعا، عندها الفلوس باش دير هادشي. فهنا المحققه اللي منين خرجت من العياده، هاد العياده ديال السنافي كان جون سولاتهم تما اللعيبات، فبدات كتفكر كيفاش غادي تقرب من هاد ميشيل هادي الطريقه ديالو، خصوصا كانت كتراعي على انها على علاقه مع بوليسي واللي كانت كتعرفو، فبغات كيدير تحقق معاه منين دوز ليها، ما لقاتش كيدير دوز ليها. فما كانتش بغات ابدا انها دير شي حركه اللي ما هياش،
حتى يكونوا عندها معلومات اللي كافيين عاد تواجههم، اللي هي لراجلها البوليسي. هادو ما تعرفولاش. نهار 19 شهر 4 غادي دار الكنازه ديال جون. العائله ديال جون وصحابو والمعارف ديالو شنو نقول لكم، كانوا وصلوا في هاد الوقيته هادي داروا الطياره للكوميساريه، داروا لهم الطياره والمحققه داروا لها الطياره، لانهم يعني كان ما شغلهمش هما باغيين القضيه ديال خوهم وصاحبهم وحبيبهم تحل. المحققه كانت عارفه علاش مالهم مزروقين، لانها كانت السيمانه على الجريمه بسبب الاعلام كان ديما كيسوق ديك الهضره دي كدا ما دارت والو، المحققه باقا متاخره، واحد التاخر اللي ملحوظ، التهاون كذا هذيك كذا، وهي راه ما دازت لا شهرين لا عامين، ها يلاه سيدنا. فالمحققه كانت دايره بحساب الحساب في راسها وعارفه اش كدير. هاد التعطيله اللي كانت كدير المحققه راه ما كانش غير هكاك، لانه كان عن قصد، كانت كتاخذ وقتها وعارفه اش كدير، وكانت كتقول بلا عندها واحد البركه كتسنى الوقت المناسب باش تلعبها. الفرقه اللي كانت مكلفه بمزرعه الجريمه ما لقاو حتى شي بصمات تما من بعد التحقيق اللي كان دام الايام، لا حمد نووي لا بصمات لا حتى شي حاجه. هذوك العفطات داروا لهم التحليل اللي كانوا في الارض ما كيطابقوا حتى شي عندهم مشابه بهم اللي دوا معاهم وحقوا معاهم ابدا. فهذا الشيء اللي خلى المحققه اللي تعتمد فقط على الاستجوابات، تهضر مع الناس ما سمعت شي اشهاف، ما سمعت شي هضره راك تمشي تقصد بنادم كتقصى من الصحه ديال الخبر فقط، لان الادله ما كاينينش، كتعتمد انها فقط تهضر مع الناس وتستجوب الناس فقط. وهذا الشيء طبعا وعينيها ديما ما كيحيدوش على المشتبهين الرئيسيين ديالها اللي هما توم، جار جون، راجل ديك السيده اللي كانت سميتو اللي كان مسلفها، ميشيل مرتو ولا الطليقه ديالو طليقه جون، وصاحبها كيفن البوليسي اللي كان على علاقه. حتى لهنا ما دار حتى شي حركه باش تشد ولا واحد فيهم، لانهم طبعا ما كانوش عند ادله وكانت خدامه له هاد اللعبه اخرى. فبقات الدعوه هكا تداز 3 شهور 3 شهور من منو جاري ما بان فيها والو، ما خرجت حتى شي حاجه. كان الصيف، انا الصيف ديال 2006. فالمحققه اللي غادي يجي واحد الاتصال من الميليسيا، جار جون ديك اللي ساكنه هذا اللي كانت سلفات منه 15 مليون اللي كانت طايحه معاه، فقالت لها بلي بغات تلاقى معها. ياك لاباس شنو؟ قالت لها بلي بغات تلاقى معها في الدار ديال جون فين طرات الجريمه. ياك لاباس لا. قالت لها جي وتعرفي. المحققه مشات كتجري لعندها، وصلت تما، ياك اخبار الخير ياك لاباس. فمنين وصلت تنقول لكم لقات ميليسيا كاينه تما، ولكن ما كانتش بوحدها، كانوا مع جوج ديال السيدات اللي كانوا خواتات. طبعا ميليسيا كتقدمهم للمحققه، قدمتهم ليها على اساس انهم شوافات، غنقولوا لهم شوافات فقط باش نفهموا، وسطاء ولا ديك شوافات هي هذيك. فقالت المحققه ليد بلي راه تلاقاتهم في واحد الحفله وهذيك وتا، بلي راه هضروا لها قالوا لها راه فعلا شافوا شي احلام على هاد الجاره اللي طرات الشيء اللي طرا عليه وهذيك لا. فالمحققه اللي ساكته وكتساوي معاه، ولكن الداخل ديالها كتقول لا 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 لا، ما تقولش لي بلي العائله ديال جون اعطاوك الاذن باش تدخل انت وهاد الرباعه ديال الحماق للدار. ما عرفوهم شنو دار، ما عرفاتهمش المحققه شنو داروا، لان الدار كانوا باقيين محتفظين بها كدليل وخساله وداك الشيء، ولكن الدار مسدوده لدرجه ان هذوك السوائل الحمرين وداك اللعب باقا كتلصق، الدار باقا هكاك معلكه هكاك مكرفسه، ما تجمعوا حتى شي حاجه كيف ما كانت كيف ما باقا. كتقول هاد الهبيله هادي دخلت للدار ومدخله مع هاد الجوج، ونعم الله شنو داروا. ما انا المحققه اللي دارت لهم خطره، دخلت معهم كتساوي معهم، لان ما دايرش لها خطره، هي دايره خطره، دايره الخطره العائله ديال جون كتساوي معهم، لانها كانت عارفه راسها معطله في التحقيق، والعائله ديال جون قالوا صافي خليو هاد الشوافات يدخلوا ربما يشوفوا شي حاجه. فكانت كتساوي معهم دايره الخاطر العائله، بغيتو تدخلوا الشوافات انا معاكم ندخلوا مع الشوافات، ما يوركوش عليها في التحقيق ويقولوا لها راكي معطله. فالمهم دخلت معهم، دوك يديروا دوك الطقوس، كنحسوا بشي طاقه بارده هنا شي طاقه سخونه هنا، ديك التخربيق القهوي هي هذيك. المحققه كيف ما قلت لكم كتساوي معهم. فواحد اللحظه قالوا لها بلي كنحسوا باللي راجل ميليسيا توم شي هو اللي دار الجريمه. فطبعا ما محتاجش نقول لكم المحققه اللي حابسه الضحكه، لان كانت باينه السيده جايبه شوافه باش تبرأ راجلها، باش تقول بلي راه راجلها ما دار والو. فالمهم بداو كيزدقوا تمايا، راكم عارفين كيوصفوا له هنا شنو طرا هنا شنو طرا كدا، راه بلي السيد تكرفاس وكنحسوا بواحد الطاقه وهادي، وهاد البلاصه غالبا هنا فين كان طايح، وراه باينه هنا كان طايح، راه باينه هنا كان راه ضايع تما معلق، راه كتبان تما ريحتها تكسر. فراكم عارفين شنو نقول لكم، لان المعلومات كانوا باينين، واصلا باين المسرح فين طرا هادشي، وهذا الشيء اصلا داز في الاخبار فباينه. فالمحقق خالد كان كيبان لها بلي راه هاد الهبله ديال الشوافات الحاجه الوحيده اللي نفعات بها هي انهم ينفسوا شويه داك الضغط على العائله ديال جون ويلهيوهم واحد شويه مزيان يبقاو تجيبوا على الشوافات،
المحققه كتقول لها ربي يبعدوا مني انا ما يضغطوش عليا يخليوني ضابطه مسائل. اللي خلى المحققه تقول هادشي هو لان العائله ديال جون كانوا فاقدين الامل في المحققه، كيقول بلا راه التخربيق هذا انت ديك كتخربق مع عارفه، ولكن هي داكشي اللي كان في راسها راه في راسها. كان عندها واحد الحاجه كيف ما قلت لكم ديك المره، وعندها واحد الورقه، يعني واحد الورقه غادي تلعبها في الوقيته المناسبه، باقي عندها واحد الامل باغا تجرب واحد اللعيبه الا صدقات وتسنات الوقت المناسب باش دير هادشي. شهر جوج 2007، يعني 10 شهور على هادشي. عرفتي شحال داز ديال الوقت؟ 10 شهور على الجري. فاخيرا المحققه جاتها الفرصه اللي كانت كتسناها، اللي هي العائله ديال جون. كشكشو ديال بصح خرجوا كشكشهم وسخطوا وناضوا كتبوا واحد طلب استعطافي للمكتب ديال المدعي العام، بحال وكيل الملك عندنا ما عرفتش ما مشي حاجه بحال هكا. كتبوا للمدعي العام ديال الولايه، قال لك اسيدي باش يشوف من حالهم ويهز ديك القضيه ويعطيها لشي بوليس اخر ولا يعطيها لشي وكاله اخرى اكثر احترافيه، راه قهرات ومرض المحققه. وهذا الشيء اللي كانت باغاه المحققه. اجبري دابا واش ودابا هادي مالها هادي واش هبيله ولا المحققه كانت بغاتهم يشكيو بان القضيه متاخره ويصيفطوها لشي وكاله اخر ولا شي بوليس اخرين. طبعا المحققه هادشي كان غادي يضرها لانهم كانوا يحيدوا لها القضيه، ولكن هذه راه هي الطريقه الوحيده باش تقدر تلعب كيف ما قلت لكم ديك الورقه اللي كتبقات ليها. واسماء انا يا خويا ولا اختي شنو طرا اسماء ما مزيان شنو طرا. هنا فين المحققه ليد مشات للكوميساريه فين خدامه طبعا، ومشات لديك الثلاجه ديال الادله اللي كانت حطات فيها ديك المره دوك البواطه اللي فيها دوك العينات الضفار وداك داك عينات ديال شي توب. قالوا لها هذه اللي مشات جبداتهم وصيفطاتهم لواحد المختبر ديال الادله اللي هو خر، كان خاصها تصيفطهم من المختبر ديال الادله اللي هو في الولايه ديالهم تما. دابا منين القضيه تحلات ولات راي عام وغادي يشدوا هاد البوليس اخرين، كان بامكانها تصيفطهم دابا لواحد المختبر اللي هو كبير. وفعلا هنا فين صيفطاتهم لواحد المختبر اللي كان كبير اللي هو ديال الاف بي اي باش يداروا عليهم واحد التحليلات ديال الدي ان اي. وغير نشرح لكم الاف بي اي راه ما كيخدموش، ولا المختبرات ديالهم اللي تابعين لهم ما كيخدموش هاد العينات اللي بسيطين جريمه في شي عربيه بشي بلا، لا كيخدموا هاد القضايا الكبار ديال امريكا. منين هاد القضيه ولات راي عام وكبرات وتحولات وهادي كذا قالوا على الناس في الصحافه ولات راي عام ولات قضيه كبيره. فهنا فين المحققه كان بامكانها تصيفط كيف ما قلت لكم من المختبر ديال الاف بي اي. انتم صبروا معايا تعرفوا علاش دارت هادشي. وفعلا من دات واحد شويه ديال الوقت خرجوا النتائج من المختبر ديال الاف بي اي اللي صيفطت ليه العينات وصيفطوا لها ايميل. فالمحققه بحال ما جالسه قدام بيسي بحال ما خرج عينها ما متيقاش، لان داك الايميل اللي وصلها ديال الداتا المعلومات ديال داك التحاليل اللي داروا كان مرفوق بالسميه ديال المجرم اللي دار هاد الكارثه هادي. وهنا المحققه ليد فرحات لان هاد التخبيه اللي خبات ديال الادله اللي طبعا راه غير قانونيه، التستر اللي دارت على هذوك الادله وما صيفطاتهمش للمختبر غير قانوني، فما مشاش لها في الزيرو لان داكشي اللي كان في بالها هو اللي كاين. ودابا اجي نعاود لكم شنو طرا في هاد الحريره وشنو وقع وعلاش المحققه خبات العينات حتى تصيفطهم لشي مختبر اللي كان هو كبر. الليله ديال نهار 13 شهر 4 2007 الليله ديال الجريمه هذيك جوايه 12:30 تقريبا، المجرم راه غادي يسايق الطوموبيل الا توقف في واحد الحي اللي كان ترونكيل قدام الدار ديال جون ونزل بدا كيقلب منين يدخل من الدار وهذيك بلا ما يدير الصداع بلا ما يهرس حتى شي حاجه. جا رجع من اللور ويبان لي الباب اللوراني داك اللي كيكون في واحد الكوزينه من اللور حلو دخل حتى كيقلب في البيوت تما حتى وصل للمرح. وانا فين لقى جون كيف داك الفوده فين كان الناس فين قلت لكم طايح تما كا شد داك المضاي اللي كان عنده جايبو معاه راكم عارفين هبط عليه تقلو ولا تنقول لك بنادم نايض ومخلوع ما عارفش راسو واش كيحلم ولا ما تيحلمش. ناض بدا مشى تما مع المجرم باق هنا فين جون قمش المجرم بقاو ليه عينات ديال البشره ديال المجرم تحت الضفار ديالو. المهم ناض هرب ديك الخلعه من الفودي تما غادي يجري قبضو من اللور عطاه عاوتاني. فهنا فين ناض تدروينه في هذه اللحظه هذه فين تشتو الوراق فين روينه ناضت تما الطبله تقلبات بالبيره ناض تما. فمع الخلعه ومع الادرينالين جون هو يعني مقعد من تما غادي بحال هكايا هرب تبعو المجرم. طبعا هي فين عطاه دوك الدقات ولكن جون بقى هارب مازال هرب وتم غادي الباب الدار باش يخرج زعما باش يخرج. هي فين قلت لكم دوك اللعيبات ديال الهار تنحدى الباب الدار ديال الزاج مني منك باق جات ليه كمارتو تما الجناب اللي مهرسين هما اللي عطاو جهه الحنكره. فخينا بقى مريح تما تيتفرج جون اللي كان
بحال نهار العيد، بحال حوالي نهار العيد كان كيشرشر تمايا، فتا تفنى خرج من تما وهرب، وكان عند بالو باللي راه ما عمر شي حد غيعيق به انه كان عارف كيدير. ولكن لا، المجرم دار واحد الغلط ديك الليله، هي ان جون قمشو. هذا اللي دار هادشي هدايا واللي دار الجريمه هو كيفن فولي، البوليسي اللي كان صاحب ميشيل اللي هي الطليقه ديال جون داك صاحبها الجديد. وهادشي علاش المحقق عليد ما بغاتش تصيفط دوك الادله المختبر المحلي اللي عندهم تما في المدينه. بان لكم علاش انا ما بانش لي. المحققه ليد كانت كتقول هاد كيفن هذا، كانت كتعرفوا كيفن البوليسي كان عزيز عليها، كانت كتعرفوا. ولكن من مور ما بدات تتحقق في هادشي هذا، من مور واحد الهضره كانت سمعت بلي هاد كيفن كان حاقد ديال بصح على جون. وهي ليه شنو السبب اللي خلاه يحقد عليه؟ الهضره ديال مرتو ميشيل كانت كتعمر، وديك الهضره كانت مديكلاريا به وتكرفص على ولده جي وهادي و تشارجا. هادشي اللي خلى المحقق عليه شك فيه بزاف فات كيفن هذايا باللي راه هو المجرم. ومنين شكات فات كيفن باللي راه هو المجرم ما بغاش تحيد هاد الفكره من راسه، وكان شاكه فيه، كان متاكده انه هو المجرم. فما بغاش يصيفط دوك الطفار ودوك العينات للمختبر اللي في المدينه. علاش؟ لان خونا بوليسي خافتو يدخل شي معارف ولا يمشي هو يهزهم ولا شي لعبه، ما عرفتش، ما قدراتش تثيق، وبقات متستر على هاد الادله هادو وطامسه عليهم وكدير لهم هبل تربح، ما باغاش تحقق في القضيه الا تداس عاه بيديرها بالتربح. حتى النهار اللي المدعي العام دا طن قال لهم حيدوا لهاد القضيه، عطيوها لشي فرقه البوليس اخرى. ايوا تما فين ولا عندها الحق تدفع دوك العينات المختبر اللي هو كبير، يا فين صيفطاتهم من المختبر ديال الاف بي اي، داروا التحاليل ديال الطفار، لقاو بلي الطفار ديال جون فيهم العينات من البشره ديال الحمل النووي كذا ديال كيفن البوليسي نهار فاش كان تيفنيه قلشو. وفي الاخر البوليسي كيفن فولي لقاو فعلا مذنب هادشي اللي منسوب اليه، جريمه ديال القتل من الدرجه الاولى، تحكم عليه بالمؤبد بدون امكانيه انه يخرج ولا ديك امكانيه الافراج. اما بالنسبه لميشيل يعني صاحبته اللي هي الطليقه ديال جون ما تشداتش وما طرا لها والو، وكانوا قالوا باللي راه ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء على ما قال. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك، تنمت عليكم. تخيل حتى عليكم ما تقدرش تقولها. يلا اللغه ديالنا ما عندناش الحق نمارسوها. وعلى العموم تهلاو لي في راسكم، الميكرو راه هو صايبنا على وديتكم. ايوا منهم والله نوليو نخدموا شويه اكثر. وصراحه فيديو في السيمانه راه ما خدامش، قولوا لي مزيان شوش قولوا لي في التعاليق. انتما ما يبانش لكم الفرق. هذا الفيديو هذا ما مقطعش فيه بزاف بين الهضره والهضره. علاش؟ انني راه رديت البال واحد الفيديو ديالك طلقشو تصنت كل ساعه، انني لقيت راسي كنسمع لشي احداث اللي انا كاتبهم ومراجعهم قبل ما نكتبهم ومصورهم، ولقيت راسي ما قادرش نركز مع دوك الاحداث، لان في السرد القصصي خاصك تكون تسكت، خاصك تكون طريقه المعاوده عاديه باش الانسان تيقدر يبروسيسي وكيقدر يمشي معك في القصه ويتخيل. لان في اخر المطاف راه القصه كلها عباره عن تخيل، كتمشي انت كتسرح بالخيال ديالك، هذا هو المتعه ديال السرد. اما الا ما كنتيش كتخيل فراه فقط واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون اللي كيدخلوا لك للسيرفو ديال عقلك، ويا ما بروسيسيتيهمش ومشيتي كتبحر معاهم وكتتخيل معاهم ما درنا والو. نهاركم مبروك. انا لا جيت نبقى نجمع معكم دابا في ميقا جالس نجمع معكم انا 40 دقيقه اخرى، الفيديو غتكون لي فيه 88 دقيقه، هو اصلا فيه 40 دقيقه، فخصني نستريمي لكم شي نهار شي نهار نديرو شي هبله هنا ما كايناش. نهاركم مبروك، تهلاو في راسكم، بركه صافي سالينا نحبسوا هذا الفيديو هذا، تهلاو لي في راسكم، السلام عليكم.